ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن ماما العذراء. طبعا كلنا بنحبها، وفي يوم من الايام يا اصحابي ظهرت ماما العذراء. كان يوم 3 الموافق 2 ابريل سنة 1968. وفي اليوم ده كانت الدنيا هادية قوي بعد الظهر في كنيسة العذراء بالزيتون. والصوت اللي كان موجود وقتها كانت الأتوبيسات اللي داخلة وخارجة من الجراج الكبير اللي كان قدام الكنيسة. وطبعا يا أصحابي الجراج ده كان فيه أتوبيسات وسواقين، وكان فيه 2 سواقين واقفين قدام كنيسة العذراء بالزيتون، وشافوا واحدة واقفة فوق خالص عند القبة بتاعت الكنيسة، وقالوا ايه ده دي مين دي كده هتقع ازاي؟ ايه اللي طلعها فوق خالص كده؟ طب احنا عايزين نلحقها. وبعد كده يا اصحابي اكتشفوا انها ماما العذراء بتظهر، وبدأت الناس تتجمع بسرعة جدا جدا وبقوا كتير خالص. وكانت ماما العذراء يا أصحابي لابسة لبسها الجميل اللي دايما بنشوفه في صورتها، لبسها اللي لونه أزرق في أبيض، وكانت منورة جدا جدا أكتر من نور الشمس اللي كانت قربت تغيب. والناس فرحوا قوي وفضلوا يزغرطوا ويندهوا على العذراء، يا عذراء يا عذراء. وكل شوية نور العذراء كان بيزيد، وبرضه كان في ناس أكتر وأكتر بييجوا يشوفوا الظهور. وماما العذراء يا أصحابي كانت بتبص كل شوية ناحية الناس وتشاور بإيديها وبتباركهم. وبعد كده ظهر حمام أبيض كبير خالص وبيطير حوالين ماما العذراء وبيطير حوالين الكنيسة وبيختفي. والحمام ده يا أصحابي كان بيطير وهو ومش بيحرك جناحاته، عشان الحمام ده ما كانش حمام عادي، ده كان حمام نوراني. والحمام الأبيض في الطبيعي يا أصحابي بيطير الصبح، لكن كان ماشي في مجموعات كتيرة خالص بالليل. ودي معجزة توضح لنا إن كل اللي بيحصل ده حاجة مش عادية، وهي حاجة من السماء. وماما العذراء فضلت تظهر اليوم ده اللي هو يوم 2 إبريل لحد بالليل، والناس فضلوا يشكروا ربنا. وكانت كمان بتحصل معجزات كتيرة خالص يا أصحابي في وقت ظهور ماما العذراء. في وسط الزحمة كان في ناس كتير قوي تعبانة ونفسهم يخفوا، وفجأة الناس اللي حواليهم بدأوا يسمعوهم وهم بيقولوا ايه ده، انا بقيت بشوف، انا ما كنتش بشوف، اشكرك يا رب. وناس تانية كانت بتقول ايه ده، انا ما كنتش بعرف امشي، اشكرك يا رب عرفت احرك رجلي واعرف امشي. ياه، شفتوا قد ايه ماما العذراء دي جميلة قوي وبتحب تفرح كل الناس، وببركة شفاعتها الناس التعبانة خفت. والمعجزات دي يا صحابي كانت بتحصل كل يوم، والناس كانت فرحانة جدا. وانتشر خبر ظهور ماما العذراء في كل الدنيا، والجرايد يا أصحابي كتبوا إن ماما العذراء ظهرت في كنيسة الزيتون. وقتها كان البابا كيرلس السادس موجود، وعمل لجنة من أساقفة، يعني عدد كبير يروحوا بنفسهم عشان يشوفوا ظهور ماما العذراء ويتأكدوا إن الظهور ده حقيقي. وفعلا راحوا واتأكدوا، والبابا كيرلس أعلن إن العذراء مريم بتظهر فوق كنيستها في الزيتون. والمكان كان زحمة جدا جدا، وكانت الناس كل يوم بتستنى تشوف ظهور العذراء مريم. والجراج بقى يا أصحابي اللي كان قدام الكنيسة ده دلوقتي بقى الكاتدرائية، بقى اسمها كاتدرائية العذراء مريم بالزيتون. وفضلت ماما العذراء تظهر لمدة 1.5 سنة، وده كان أعظم ظهور للعذراء مريم. بركة شفاعة ماما العذراء تكون معانا كلنا، آمين. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة، باي باي.